وبعد نهاية شهر رمضان 2026 شفنا عدد كبير جدا من الأعمال، وبعد ما افتقدنا محمد رمضان المفاجأة كلها في رمضان 27. عارف ان الحلقه ميعادها بدري جدا، بس كملها معايا للنهايه، لان في الفيديو ده جايب لك قائمه مبدئيه لجميع مسلسلات رمضان 2027. ميعادها قريب جدا بس فيها اخبار مفاجاه، فكل اللي عليك انك تكمل الفيديو ده لحد النهايه. وانزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديده توصل لك لحد عندك. ويلا بينا نبدا حلقه 2. رمضان أهلا وزي ما احنا متعودين دايما في كل حلقاتنا وقبل ما نبدا في اي تفاصيل اننا بنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا كلنا تابعنا كل المسلسلات اللي كانت موجوده في رمضان 2026 وكان معانا عدد كبير جدا من المسلسلات، ولكن في 2027 الوضع هيكون مختلف جدا عن اي سيزون. طبعا شفنا في رمضان 2026 ان ما كانش موجود الفنان محمد رمضان. خلينا نبدا حلقه النهارده باول خبر حصري واللي هتسمعه لاول مره. محمد رمضان هيرجع لنا في 2027 وفي رمضان بمسلسل جديد، وطبعا الاخبار اللي طلعت عن تعاونه مع المخرج محمد سامي مره تانية في 2027 الكلام ده رسمي مؤكد، ومحمد رمضان اتعاقد بالفعل على مسلسل جديد هيكون من اخراج محمد سامي، وبالفعل مش هيكون جعفر العمدة 2 عشان عدد كبير جدا من الناس بيكتب لي في الكومنتات ويقول لي جعفر العمدة 2 هيكون موجود في رمضان او لا. هقول لك لا، جعفر العمدة مشروع ممكن يكون موجود وممكن يتم في اي وقت، ولكن مستبعد جدا ان يكون في الفتره اللي جايه دي او في 2027. فعشان كده نتاكد بنسبه 100% ان محمد رمضان معانا بمسلسل جديد هيبان كل التفاصيل بتاعته في خلال الفتره اللي جايه. وكمان عايز اقول لك على الاخبار الحصريه عن تعاون كبير جدا ما بين احمد السقا ونجم كبير مصري هيتم الاعلان عنه في مسلسل جديد في رمضان 27. وعايز اقول لك ان الاخبار دي نزلت على الميديا في فتره كبيره، نزلت على الميديا وكل الناس بتتكلم عليها. زائد كمان ان تامر حسني لاول مره بعد غياب دام لفتره طويله هيرجع لنا بمسلسل جديد هيقدمه في رمضان 27. عايز اقول لك ان المسلسل ده مش هيكون من اخراج محمد سامي هيكون مخرج مسلسل محمد رمضان بس. اما عن تامر حسني فلحد دلوقتي ما نعرفش تفاصيل كتير عن المسلسل، ولكن هتكون اضافه كويسه جدا انه يرجع ويقدم لينا مسلسلات في رمضان. يعني كل الجمهور اللي بيحب تامر هيفرح جدا للخبر ده، ولكن قدامنا وقت طويل جدا عشان نعرف تفاصيل اكتر حوالين المسلسل اللي هيقدمه تامر حسني معانا. تعالوا بقى نتكلم عن اهم حاجه، مسلسل المداح الجزء السادس كان اخر جزء اتعرض معانا في رمضان 2026. طبعا ناس كتير عارفه وفي ناس متعرفش ان الجزء ده هيكون اخر جزء في السلسله ومفيش اي اجزاء تانية من مسلسل المداح. يعني السلسله انتهت عند ال6 اجزاء دول بس، وكان اخر جزء هو الجزء السادس. ومن ناحيه تانية بقى عايز تركز معايا كويس جدا في اللي هتسمعه ده، لان الفنان حماده هلال رجع لنا في رمضان 2027 بمسلسل شعبي وهيبتعد تماما عن المداح. وزي ما قلت لك سلسله المداح انتهت وحماده هلال خلاص هيعمل مسلسل جديد في 2027 هيكون قصته شعبيه، يعني هيكون ملوش اي صله بالمداح عموما. هتقول لي تفاصيل مسلسل حماده هلال هيكون ايه؟ اقول لك لحد دلوقتي ما نزلش عنه تفاصيل، ولكن الكلام اللي عرفناه انه هيكون مسلسل شعبي ومفيش جزء سابع من مسلسل المداح. طيب الكلام ده رسمي مؤكد؟ اقول لك تعال نكمل بقى باقي الاخبار اللي مفاجاه كبيره جدا معانا. احمد فهمي لاول مره هيرجع معانا برضو للدراما بمسلسل مش هيكون كوميدي، وهيكون معانا في 2027، والمسلسل ده هيكون من انتاج المتحد واللي اتعقد عليه بدري جدا بعد انتهاء رمضان 2026. زائد كمان معانا مسلسل جديد جدا، المسلسل ده لحد دلوقتي ما اعلنوش عن البطل بتاعه. مسلسل هيحكي قصه مصطفى محمود. طبعا المسلسل ده مرشح ابطال كتيره واللي بنسبه كبيره ممكن حمزه العالي او طه الدسوقي او ممثل من الممثلين الموجودين حاليا، بس المسلسل ده هيكون من اقوى المسلسلات اللي كلنا نقدر نشوفها. وعايز اقول لك ان القصه دي هي قصه كويسه جدا، ولو اتقدمت صح هنشوف مسلسل تقيل، ولسه بدري برضو جدا على 2027. تعالوا بقى نسمع الاخبار الجديده وباقي المفاجآت. كل المفاجآت دي كلها بشكل رسمي ما تراجعش. واحمد مكي هيرجع لنا في الجزء التاسع في رمضان 2027 من المسلسل الكبير قوي، وبعد غيابه عن رمضان 2026 بعد تقديم اخر عمل ليه واللي كان مسلسل الغاوي، ولكن في 2027 هيقدم لنا الجزء التاسع من المسلسل الكبير قوي وهيكون معنا بنسبه كبيره. تعالوا بقى نتكلم عن المفاجاه الاكبر واللي برضو بتكلم عليها واللي قلت لك معانا ل 2027، مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث. طبعا بنسبه كبيره هيكون موجود معانا في 2027،
ولكن عشان كل الناس ما تستعجلش وتقول ان احنا بنقول اي كلام، فهنستنى لحد ما يطلع اخبار عن المسلسل ده. ولكن مفاجاتنا مستمره، احمد العوضي برده تعايد على مسلسل جديد هيكون برده بنفس الكاست، هيكون برده بنفس المخرج اللي اخرج ليه المسلسل الاخير واللي كان مسلسل علي كلاي ومسلسل فهد البطل، واللي هو المخرج محمد عبد السلام. واحمد العوضي في الفتره الاخيره مكسر الدنيا. بس عايز اقول لك ان المنافسه في 2027 هتكون منافسه شرسه جدا في وجود محمد رمضان واحمد العوضي. يعني الاول يعني بعد التالق الكبير جدا اللي محققه احمد العوضي في اخر فتره، وده برده اثناء غياب محمد رمضان، بس هنشوف المنافسه هتبقى عامله ازاي ما بين الاثنين. ولسه برده بقول لك رمضان 2027 فين واحنا فين. ولكن كل الكلام اللي انت سمعته في الحلقه النهارده هو كلام رسمي مؤكد، واحتمال بنسبه كبيره نشوف جزء جديد من الاختيار. الكلام ده مش مؤكد ولكن هنقدر نتاكد منه في خلال الفتره اللي جايه. وكمان احمد السقا هيكون ليه مسلسل جديد ولسه برده ما حددش اسمه، واللي اتعاقد عليه واللي كان برده من ضمن النجوم الغايبه في رمضان 2026، بس هيكون معانا في رمضان 2027 بمسلسل جديد. وكمان الفنان احمد عز. كل النجوم دي هتكون من ضمن القائمه المبدئيه لمسلسلات رمضان 2027. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر اكتب لي تحت في الكومنتات، ولو عايز حلقه معينه اكتبها لي برده تحت في الكومنتات. وطبعا هتسالني عن برنامج رامز جلال، هقول لك في نهايه الحلقه رامز جلال مش هيكون معتزل وليه برنامج جديد في 2027. يعني بنسبه 100% رامز ليفل الوحش ما كانش اخر برنامج لرامز، لا رامز مكمل مع ام بي سي وهيكون ليه برنامج جديد في 2027. يعني ما حدش يقلق ويطمن، وعايز الكل يطمن من الناحيه دي لان رامز جلال مكمل معانا ومش هيعتزل دلوقتي، يعني ممكن يكون مكمل لحد 2030 وابعد كمان. وبكده في فيديو النهارده ويكون خلص. اتمنى يا رب انه يكون عجبكم. لو عجبكم بجد انزل تحت في الكومنتات وقول لي رايك، وانزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل الحلقات الجديده توصل لك لحد عندك. ويلا السلام عليكم.